أسعد الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزير الخارجية عثمان صالح يخاطب المؤتمر 19 لقمة حركة عدم الانحياز. مدينة كرن تستضيف البطولة الوطنية 25 لسباق الضاحية. مساهمة فاعلة في الحفاظ على المياه والتربة والتشجير ودعم أسر الشهداء. إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ الضرب على دمشق وتتوعد بالانتقام. وإيران أيضا تطلق قمر اصطناعي ضمن برنامج يثير مخاوف الغرب. اليابان تدخل التاريخ وتصبح خامس دولة تهبط على سطح القمر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خاطب معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح المؤتمر 19 لقمة دول حركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا خلال 19 والعشرين من يناير. وسلط الوزير عثمان الضوء على أهمية موضوع تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك، مشددا على أهمية التعاون الحقيقي والالتزامات الجديدة في الوقت الذي تمر فيه البشرية بفترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين، وكذلك أزمة اجتماعية واقتصادية وبيئة متدهورة. وقال إن الصراعات المسلحة والانقسامات الجيوسياسية وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتأثير الشديد لتغير المناخ والأوبئة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية عرضت الملايين من الشعوب المهمشة لمشاكل غير مسبوقة. وأضاف أن السبب الرئيسي لهذه الأزمات المعقدة هو الفشل المنهجي لهيكل الحوكمة العالمية المسترشد بمفهوم النظام الدولي القائم على القانون. وقال إن هذا لا يزال يسبب الصراع وتدمير المجتمعات واستهلاك الموارد وانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال معالي الوزير عثمان إن المؤسسات الحالية للاقتصاد العالمي والمال هو مثال على نظام دولي غير عادل وغير متماسك، موضحا بأنه قد تم اختراعه لزيادة فقر الدول من خلال استغلال وتغذية الاقتصاد والموارد الدولية. وإفريقيا التي تمتلك 60% من الموارد الطبيعية في العالم هي مصدر للمواد الخام الرخيصة لما يسمى بالبلدان الأقل نموا، فيما تبيع الدول الصناعية منتجاتها ذات القيمة المضافة بأسعار مرتفعة للغاية، مما يعرض هذا معظم الدول الإفريقية لنقص تجاري حاد وكذا إلى الفقر المدقع. وأضاف الوزير عثمان أن إريتريا ليست في مأمن من هذه المعاملة غير العادلة والنظام الدولي القمعي والاحتكار الدكتاتوري. وبينما كانت معظم الدول الإفريقية تنال استقلالها، تعرض شعب إريتريا للخضوع قسرا للحكم الاستعماري لإثيوبيا بسبب السياسات الخاطئة والمتضاربة للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حتى بعد عقود من الاستقلال الذي حصلنا عليه بشق الأنفس فإنه لا يزال ضحية لهذه السياسات الشريرة. لقد ظلت إريتريا وشعبها ضحية لعقوبات الأمم المتحدة غير المبررة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأن العقوبات غير القانونية والأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية ضد إريتريا والشعب الإريتري. وشدد على أن هذه الإجراءات غير القانونية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويجب إدانتها وإلغائها من قبل حركة عدم الانحياز. وأخيرا حث جميع أعضاء حركة عدم الانحياز على تعبئة مواردهم الكاملة للعمل من أجل إقامة نظام دولي منصف ومتماسك، ودعم المبادئ المقدسة للمساواة واحترام السيادة والسلامة والوحدة الإقليميين والاستقلال السياسي لجميع البلدان والشعوب. استضافت مدينة كرن حاضرة إقليم عنسبة اليوم البطولة الوطنية 25 لسباق الضاحية. حضر الحدث حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى، وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهام، ومسؤولون آخرون يمثلون أقاليم الأوسط والجنوبي وعنسبة والقشبركة ووزارة الدفاع، وأكثر من 60 رياضيا.
وفي سباق السيدات تحت 18 عاما فازت عداءات الإقليم الأوسط بجميع الميداليات الثلاث، بينما فاز في سباق الرجال تحت 18 عاما الإقليم الجنوبي بالميدالية الذهبية والإقليم الأوسط بالميداليات الفضية والبرونزية. وفي سباق الناشئين لمسافة 6 كيلومترات السيدات فاز الإقليم الجنوبي بالميدالية الذهبية، وحصل الإقليم الأوسط على ميداليتين فضية وبرونزية. وفي فئة الرجال حصل الرياضي الأوسط على المركزين الأول والثاني على التوالي ليحصلوا على ميداليات ذهبية وفضية، فيما حصل رياضي الإقليم الجنوبي على الميدالية البرونزية. فاز عوض هبتين من نادي الإقليم الجنوبي بالمركز الأول من الرجال، وفازت يوردانوس هبتة سلاسي من وزارة الدفاع بالميداليات الذهبية في فئة السيدات. وبشكل عام فاز الإقليم الأوسط بفئتي تحت 18 سنة وتحت 20 سنة في كلا الجنسين وفئة الرجال ليحصل على الكأس و10,000 نوفا، فيما فاز نادي وزارة الدفاع بفئة السيدات. وسيمثل الرياضيون الفائزون إريتريا في بطولة العالم لألعاب المضمار والضاحية التي ستقام في صربيا خلال 30 من شهر مارس المقبل. قام سكان مديرية عبد الريح بأنشطة تنموية فعالة تمثلت في الحفاظ على المياه والتربة والتشجير ودعم أسر الشهداء والفقراء. وأوضح المدير التنفيذي لمديرية عبد الريح السيد كيروس جبر مريم بناء أكثر من 280 هكتار من المدرجات وأكثر من 95 هكتار من الحواجز المائية في 10 إدارات ضواحي خلال العام 2023، بالإضافة إلى غرس 171 ألف شجرة وإنشاء أكثر من 2670 هكتار من المدرجات و30,600 متر مكعب من الحواجز المائية وغرس 110 ألاف شجرة وإصلاح الطرق في المنحدرات الشرقية. وأشار إلى أنه تم في الوقت نفسه توزيع 309 ألاف نافع على 103 أسرة محتاجة وتقديم مساعدات زراعية ل77 أسرة شهداء، فضلا عن تقديم مساعدات الحبوب ل35 أسرة شهيد في تخندم. وقال قائد مركز شرطة المديرية النقيب كيدان فتوي أن الجريمة انخفضت بأكثر من 20% مقارنة بعام 2020، بينما زادت المخالفات بنحو 12%. وفيما يتعلق بالوضع الزراعي تبين أن الإنتاج تأثر سلبا بسبب قلة الأمطار، وأن 98% من 350 ألف شتلة المجهزة في محطات الشتول تم زراعتها وهي بحالة جيدة. وفي كلمته الختامية أشاد مدير مديرية عبد الريح السيد هبتاي تسفازقي بالمشاركة الجماهيرية الفعالة في عام 2023 والحفاظ على المياه والتربة وصيانة طرق النقل وسد النقص فيما يتعلق بتقديم الخدمات ومد خطوط مياه إضافية في عبد الريح وتكامل مشاريع المياه في إيجيلام وبناء ملعب رياضي في مندفر وسافيرة ومألويا من بين البرامج الرئيسية التي سيتم تنفيذها هذا العام. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الضربة التي قتلت مسؤولا في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصرين آخرين في دمشق متوعدة بالانتقام في الزمان والمكان المناسبين. ودان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان بشدة بالعمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني والذي يعد محاولة بائسة أو يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة. ودمرت غارة إسرائيلية على دمشق مبنى يستخدمه الحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتل 4 إيرانيين على الأقل. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 4 مستشارين من الحرس الثوري قتلوا في الضربة. من جانبه قال الجيش السوري إن المبنى الواقع في حي المزة غرب دمشق ويخضع لحراسة مشددة دمر بالكامل، مضيفا أن القوات الجوية الإسرائيلية أطلقت الصواريخ أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان.
قالت إيران إنها أطلقت قمرا اصطناعيا، وذلك في إطار برنامج لإطلاق الصواريخ. تخشى الدول الغربية من أن يمكن طهران من تطوير قدراتها الخاصة بالصواريخ البالستية. كما تأتي عملية الإطلاق بعد أيام من قارات جوية متبادلة بين الجارتين إيران وباكستان، وقد أخذ القمر الاصطناعي الثريا مكانه في المدار على ارتفاع 750 كيلومترا فوق الأرض. وكانت عملية الإطلاق جزءا من برنامج للفضاء للحرس الثوري الإيراني وبرنامج إيران المدني للفضاء. وتعارض الولايات المتحدة أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ البالستية نظرا لقدرتها على حمل رؤوس نووية. نجحت مركبة الفضاء اليابانية سليم في الهبوط على سطح القمر حسب ما أعلنت وكالة الفضاء اليابانية جاكسا، لتصبح اليابان الدولة الخامسة التي تهبط على القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند. ولم يكن يتعين على هذه المركبة الفضائية الصغيرة غير المأهول أن تهبط على سطح القمر فحسب، بل كان من المفترض أن تهبط في محيط يبلغ عرضه 100 متر فقط، ما ينطوي على درجة عالية من الدقة، ومن هنا جاء لقبها قناص القمر. وكانت المركبة سليم تدور حول القمر منذ نهاية ديسمبر، وبدأت هبوطها بسرعة تبلغ حوالي 2700 متر في الثانية. وأكدت وكالة الفضاء اليابانية أنها هبطت بنجاح وتم إجراء اتصال معها منذ ذلك الحين. وتأمل اليابان أن يساعد نجاح المحاولة في استعادة الثقة في تكنولوجيا الفضاء اليابانية بعد عدد من الإخفاقات. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 50 شخصا مصرعهم في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أمريكية عديدة منذ منتصف الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن العواصف الثلجية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة تسبب في حوادث مرور أوقعت قتلى، وعرقلت أيضا حركة الطيران في مطارات عديدة. وأفادت وسائل الإعلام بأن العواصف أدت لانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، واضطرت السلطات لإغلاق المدارس في المدن المتضررة، وأصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي ولاية تينيسي في الجنوب الشرقي للبلاد، أكدت سلطات الصحة مصر 14 شخصا بسبب سوء أحوال الطقس. وأعلنت السلطات في ولاية أريغون الطوارئ بسبب العواصف القوية التي تضرب الولاية، والتي أدت لانقطاع الكهرباء عن نحو 75 ألف شخص من السكان. نختم النشرة بذكر أبرز العناوين. وزير الخارجية عثمان صالح يخاطب المؤتمر 19 لقمة حركة عدم الانحياز. مدينة كرن تستضيف البطولة الوطنية 25 لسباق الضاحية. مساهمة فاعلة في الحفاظ على المياه والتربة والتشجير ودعم أسر الشهداء. إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة على دمشق وتتوعد بالانتقام. وإيران أيضا تطلق قمر اصطناعي ضمن برنامج يثير مخاوف الغرب. واليابان تدخل التاريخ وتصبح 5 دولة تهبط على سطح القمر. سادتي السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العام.